طاجن الورق العنب بالكوارع في الفرن. تعالوا اما اقول لكم انا بعمل الكوارع ازاي. انا بجيب الكوارع كده اللي هي اللي قدام، بتبقى ملانه لحم وتخينه عن اللي هي اللي ورا. فانا بجيبها الاول وبجيب طبعا بغسلها كويس بالليمون وبالدقيق وبظبطها كده، ولو في اي شعر في اي حته كده شيليها بالسكينه. وبعدين بجيب حلة على النار، اغلي فيها مية وانزل بالكوارع. الاول انا لازم اخدها غلوتين تلاتة كده في المية دي، يعني مش لازم اغير عليها المية دي. شايفين بقت بشكلها ايه؟ تمام، يعني انا بعتبر نفسي بغسلها كمان مرة. خلاص شيليها بقى وحطي مية جديدة تاني، وانزلي بالكوارع بتاعتك وحطي عليها بصلة كبيرة متقطعة وطماطمة متقطعة وورق لوري وحبهان وكبابة صيني وكمان فلفل اسود وشعرة كمون صغيرة جدا. خلاص بس كده. سيبيها بقى لما تغلي، واول ما تغلي معاكي روحي مهدية النار خالص لحد ما تنزل السمنة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، الدهون بتاعتها تبقى باللون الجميل ده كده وتستوي. تقريبا خدت يجي ساعة ونص. هاخد بقى حتتين تلاتة كده وهقصهم بالمقص واركنهم على جنب. هنا جبت طاسة معايا حطيت فيها حتة سمنة وحتة ليا. اول ما ريحة الليا طلعت كده نزلت عليها بأربع فصوص توم كبار واشوحهم، مش بحمرهم، اشوح لحد ما الروايح الجميله دي كلها تطلع في قلب بعضها كده. انزلي عليها بطماطمايه كبيره مخلوطه في الخلاط، وحطي عليها شويه ملح فلفل اسود كمون بابريكا، و سيبيها تصلص معاكي كده لحد ما تبقى بالشكل ده. ما خدتش دقيقتين تلاتة، خدوا بالكم عشان ما تشيتش منكم. بعد ما قصقصت الكوارع اهيت، نزلت على على الصلصه اهيت وقلبيها كده تاخد تقلبتين تلاتة. وكنت عملت الورق العنب اهوت وصفيته في قلب الطاجن، وزودته بشوربه الكوارع الرهيبه. شوربه الكوارع اعمليها زي ما بقولك كده، ولازم تغيري عليها الميه، هتبقى معاكي طعمها رهيب. نزلت عليها بالكوارع اهوت اللي انا عملتها بالصلصه والطشه بتاعتها، وهغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. أول ما تغلي معاكي روحي موطية النار على 170 على 180، هتتظبط معاكي. خد معايا في الفرن تقريبا يجي تلت ساعة وكان استوى على طول، أو يعني من تلت لنص ساعة، ما خدش أكتر من كده. وهوريكم بقى ازاي طلعت. ادي شوربة الكوارع الجميلة هيت، وادي كمان الطاجن الورق العنب بالكوارع كنت كشفته عشان يحمر شوية من فوق، وطلعته معاكم اهوت بالشكل ده. جميلة جدا وطعمها رهيب جدا، والشوربة نظيفة وصافية، وزي ما بقول لكم كده اتغسلت اول مرة في الشوربة ورميتها وحطيت غيرها تاني. جربوه بقى في قلب السقعة اللي احنا فيها دي كده. اكلات بتدفي بجد وجميلة جدا. جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم. استنوني في وصفة جديدة وما تنسوش الشير بتاعكم. يلا سلام عليكم.